يفتتح ميجوان الذي يصادف اليوم العالمي للطفولة. من خلال هذه المناسبة سوف نقوم بتجربة ميدانية من نوع خاص لمعرفة ردة فعل الأطفال حول موضوع حساس نوعا ما. تابعوا معنا. ما نحبش نروح لإسرائيل. معليش ما نروحش. لا ما نروحش لإسرائيل أنا. بمناسبة اليوم العالمي لعيد الطفولة، كاميرا النهار نزلت للشارع الجزائري لمعرفة رد فعل الأطفال بعد عرض تذكرة سفر للكيان الصهيوني عليهم. اليوم هو عيد الطفولة، راح ندير لكم مسابقة للأطفال. إذا جاوبت على الأسئلة، إذا كانت الإجابة تاعك صحيحة، راح تربح معنا هدية. أعطينا ما هو اسم الوزير الأول؟ عبد الملك سلال بدوك دارو عبد المجيد تبو. راح تربح معنا هدية تذكرة سفر لمدة أسبوع إلى دولة إسرائيل، إلى بلد إسرائيل. أو مرة واش خليها عندك. اقراها افتحها ومفتحها، عرف شكون اقراها. فيها هو. لا قرانا. لقد فزت بسفر مدفوعات الأجر لمدة أسبوع إلى إسرائيل. سمعنا تروح للوطيل تاكل تشرب. أو بارك الله فيك خليها عندك. تريح تاكل تشرب. خليها عندك. مرة. راح نمد لك سؤال وقولي لي إذا جبتيه صحيح راح تربحي معنا جائزة. نبدأ؟ نعم. أعطيني بلد يبدأ بحرف الجيم. يبدأ بحرف الجيم. الجزائر. لا إسرائيل. فلسطين. أكيد ربحتي معنا رحلة سفر لإسرائيل. وش تقولي لنا؟ أنا هذه البلد أنا ما نحبهاش، باسكو هي بلد كافرة، يعني استعمرت فلسطين والآخر ما نقدرش نروح ليها. أكيد ربحتها معنا تروح لإسرائيل. اسمعنا باطل. ما كان لي باطل لي والو، ما نروحش لإسرائيل. أنا ثير فلسطين حتى لو خاوتنا شهداء باش نروح لفلسطين أنايا، باش نروح لإسرائيل ما نروحش أنا أخو. هاكا حكايتك وراه. أنت تحب كرة القدم؟ تبع كرة القدم تاعك؟ شكون راح يلعبوا لا فينال تاع الشامبيون؟ اليوفي اليوفي. شكون اليوفي؟ راك فزت معنا جبت الجواب صحيح. غدا راح يلعبوا اليوفي وريال مدريد لا فينال الشامبيون ليغ. ما نروحش تاع محبول نتاعي نقطعها لما. علاش نروح؟ روح. تستعملوا خاوتنا فلسطين. علاش قطعت الورقة؟ ما نروحش نستعملوا فلسطين، نروح نستعملوا القدس، نروح انايا ما نروحش. ربحتها بصح معنا سمعنا باطل. ما نروحش ما باطل، ما نروحش نستعملوا فلسطين. فلسطين شهداء خاوتنا. طبعا كل الجزائريين متضامنون مع القضية الفلسطينية كبارا وصغارا، ولا يعترفون أصلا بدولة اسمها إسرائيل، لتبقى مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة متوارثة عبر الأجيال.